عسلامة عسلامة، مرحبا بكم البنات. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تشاهدوا في فيديو اليوم. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهير جديد ودبارة جديدة كيف العادة، والله لا يقطع لنا عادة. قبل كل شيء خلونا نصلي على حبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. مرحبا بالناس الكل اللي تتبع فيا في القناه، مشرفيني ومنوريني. واللي مازال مشتركتش في القناه نحب نقول له فاش تستنى، راهو ساهل ياسر باش تدخلوا للقناة باش تولوا من عائلتنا. ما عليكم كان تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم دبارتي المقلوب التونسي، بما انه الدنيا سخونة ما تحلى كان بأكلة سريعة وزيد مشخشخة وياسر بنينة. بالنسبة للمكونات البنات، عندنا الحليب، عندنا كعبة ياغورت طبيعي، عندنا بالطبيعة بانس ملح، عندنا مغرفة سكر، عندنا الفارينة، وعندنا الخميرة الفورية والخميرة الجاتو والحليب والفارينة، وكاس الزيت بالطبيعة. انا اللي بدات كيما قاعدين نشوفوا، حطيت المكونات الكل مع بعضها. بديت بكعبة الياغورت الطبيعي، حطيت مغرفة السكر، حطيت اللهم محمد رسول الله الخميرة الفورية وخميرة الجاتو، حطيت الزيت وخلطت المكونات الكل في بعضها، وفي الاخر بالكل عملت الملح نتاعنا. يعني البنات كيما شفتوا خلطت المكونات الكل مع بعضها. وتوا باش ما علينا كان باش نعملوا الفارينة. عملت بما يعادل 600 جرام هكاك فارينة البنات. كهو. وباش نلموهم انا لميتهم، انا صبيت الحليب الدافي كيما شفتوا، الحليب الدافي، وما زدتش الماء. الحقيقه نورمالمون ما زدتش الماء، خاطرني عملت كميه الحليب وصبيت من بعديك الفارينه على كميه الحليب اللي صبيتها. هنا البنات كيما قاعدين تشوفوا باش نبدا نعجن فيها بشويه بشويه. ويمكن هنا نورمالمون هنا تذكرت روحي زدت شويه هكا بطرف صوابعي ماء، زدت هكا بطرف صوابعي بليتهم بالماء باش تطرى معايا العجينه. هكا هو البنات شنو قاعده هنا نعجن فيها بشوي بشوي. اللي عنده عجانه بالطبيعه عملي بيه بالعجانه. انا عجانتي هنايا بان. بديت تعمل لي في التكتيك هكا، في الحس والكل، كيف نحطها كيف نبدا نعجن بها، نحس هكا تعمل في حس. قلت ما نخليها هكاكا لين هزيتها باش نصلحها باش ما يزيدش يكبر البان اكثر واكثر. حصلوا البنات كيما قاعدين تشوفوا هنا باش نبقى نعجن العجينه لين تطرى معايا ونوصل العجينه المناسبه متماسكه كيما نحب عليها. هنا البنات تعجنت معايا العجينه، وصلت للنتيجه اللي حاجتي بها باش نغطيها ونخليها تخمر. وهنا البنات بديت باش نحضر الفارس نتاع المقلوب نتاعنا. هنايا كيما قاعدين تشوفوا عندي سكالوب خرجته من الصباح باش يذوب لي، وباش نقصه هكا ترونشات ومن بعد باش نفوح. وهنا صبايا بالنسبه للفاح تاع السكالوب. هنا عملت كيما شفتوه اللي في البول المره الاولى الفاح نتاع الدجاج. من بعديك باش نحط شويه كليل وشويه زعتر، باش نحط الملح، وباش نحط ليل محمد رسول الله شويه فلفل اكحل، وباش نعمل شويه الكركم، وباش نعمل ياغورت طبيعي سامحوني. وريقه الرن كيما شفتوها هذيك راني حاطه ورقه نتاع رند باش نخلط المكونات الكل في بعضها. ومن بعديك باش نحط اسكالوب ونحركه بالكدا باش يدخل فيه المكونات الكل تدخل لبعضها. وكما شفتوني البنات في الاخر عملت البصل حطيته من فوق زاده، وباش نغطيهم توا ونخليهم باش نخلي المكونات الكل تدخل في بعضها، باش نخليه على جنب لين يجي الوقت ونجبدو ونطيب بيه. وهنا البنات بديت نحضر كزيادة فكرة. جبت الفريت، جبت البطاطا نظفتها غسلتها بالكدا وقشرتها وباش نحضر كعبة الفريت. لكن الحقيقة ما همش اللي صورتهم معكم هذوما استعملتهم للمقلوب، خاطر كعيبة لي انا وكعيبة لساندرا وكعيبة لارا نلقوا صحن الفريت يمشي على روحه ما شاء الله. اكليناه حطيله
بطاطا سخونه والكل، ما نحكي لكم مش بنه عالميه، شكون فينا ما يحبش الفريت. وزيد عندي هكا شويه مايونيز محضرته انا في الدار، دخلت فيه سندرة ولارا بالمايونيز. صح البنياتي، عودت عملت فريت مره اخرى. هنايا بعد ما ارتاح معنا اسكالو بالكدا انا خليته اكثر من ساعتين خاطر ضري عملتها عشاء. وهنا المكونات نحضر فيها، في حضرت سكالوب في القايله معناها بعد ما رقدوا البنات والكل. حضرت طرف سكالوب كما قلت لكم، خليته بقى بريسك اكثر من ساعتين وحضرت معاكم البنات. كيما شفتوني حطيت سكالوب على جنب ووريت لكم عملت سلطه. بالنسبه للسلطه ما صورتش معاكم بحكم باش ما يجيش الفيديو ياسر طويل وممل والكل. قطعت شويه الفقوس، نظفته والكل وعملته روندالات وعملت الطماطم وحضرت شويه فرماج ربي وربيت شويه موتزاريلا. حصيلو كل مره نفكر حاجه، كل مره نحضر حاجه ونحطها على جنب لين يحضر معايا سكالوب ونبدو في التطيين. طيب يلي بديت ما نحكي لكمش على ريحه الدار كيفاش ريحتها الكل. سكالوب ريحه الفحات الكليل الزعتر بنه ما نحكي لكمش، قسما بالله نودكم ولا نشهيكم البنات، بنه عالميه. بالله جربوه خلوني في كومنتات. هنا البنات كيما قاعدين تشوفوا معايا كل مرة نحضر حويجة. كملت طرف سكالوب بقى طرف لما حالة جاب زايد والكل. والله يفضل لي الفارس متاع الدجاج، والله يفضل والفارس الكل قعد حصيله منها بقى منه. في الاخر عملت بيه ساندويتش معناها بالخبز التونسي. وديت بيه ططا تعشينا بكري نهارتها، ماني حضرت كل شيء في القايله. حضرت بكري الساندويتشات مع التصوير والكل، ما حالة تعطلت شويه. اما كمان تعشينا بكري حاصل اخر الليل جاعد. كلمتني نحكي انا وياها والكل في فيسبوك، قلت لها تطا ماك جيعانه؟ قالت لي والله جيعان. قلت لها كيفك جيعان؟ حصيلو الفارس هذاك الكل ليكا حطيته في ساندويتش وكليته انا تطا. حصيلو ما حكيت نص الليل ونص ماضي ساعه اهبطت بحذاه. حصيلو البنات، حصيلو بصراحه بالحق الصيف ما يحلى كان بالماكله هالخفيفه هذه. بالحق فدينا ملك ساكت المقرونه مرقه ياسر. بالنسبه لي انا اقسم بالله ماذا بيا كل يوم راني نطيب هكا حاجه. لكن اول حاجه البخل، ثاني حاجه ديما تطاب صراحه تقول لي ارتاحي بحكم الذر مقلقيني باهي حبيبه قلبي، وهنا حضر طيب معايا هي ونفطروا مع بعض. المكونات بالنسبه للمكونات البنات حضرت شوفوا كما معايا شفتوني. شنو حضرت حضرت. سكالوب فوحته وخلوته يرتاح، حطيته في شويه في الفريجيدير خاطرني انا هذايا روع شاء. حضرته في القايله ومشيت اتكيت شويه. حصيلو هذاك الفريت كما تشوفوا، هذيك سلطه ثقوس فرماج ربي موتزاريلا ربيتها، هذاك فرماج هذاك شويه خس. حصيلو البنات. وبالنسبه للتن راني اي ساندويتش انا راني نحب فيه التن. بالنسبه للتن راهو اختياري ماهوش اوبليغاتوار. ديجا هذا خاطرني انا عامله مقلوب سكالوب. اما التن راني انا نموت على التن في تشخشيخه التن وبنته بالحق حاجه بالرسمي نود بها كل حد. حصيلو صبايا كل قدير وقدره وشنو كل حاجات كل الموجوده عندكم في الدار. كهو كيما تحب تدله الساندويتش تدلو. كهو البنات هنايا باش نبدا نحضر معايا ان شاء الله في الساندويتشات. باهي البنات كيما شفتوا هنايا العجينه نتاعي بسم الله ما شاء الله طلعت معايا بالكدا وتفاعلت وجتني بات ما نحكي لكمش. البات نتاعي جتني طريه وهشوشه حتى قعدت معناها هكا شويه الغدوه الصباح اقسم بالله بقت طريه مش نورمال. حاجه واحده البنات ما تعملوش غلطي انا، العجينه خمرت فوق من القيمه. قعدت برشا معناها فهمتوا. سينو معناها ما شاء الله بحكم الدنيا سخونه والكل وتخلوا مخليتها لبرا معناها باش تخمر. خمرت معايا خذت ياسر من وقتها. ما تعملوش غلطي انا ديما اقروا حسابكم هكا ماكس سواعه هكاكا وابدوا طيبوا العجينه نتاعكم. باهي بالنسبه للبنات هنا اول كعبه ما عجبتنيش بحكم عملتها كبيره ياسر على المقله والكل. نورمالمون تجي مستويه ما تجيش الجناب هذيك طالعه والكل. عملت الكعبه الاولى ما عجبتنيش حتى طرف في المنظر. انا البنات راني ناكل على المنظر برشا هكا. وليت في الكعبه اللي بعدها نقصت حجم المقلوب كما شفتوا. هذه الاولى راني مازلت نخدم في الاولى وخدمت كعبه اخرى الثانيه نقصت منها وهذه راني مازلت تطيب الاولى.
البنات انا راني في العاده نعملها الكل، نعمل المقلوب نتاعي نطيبه في الفور. الحقيقه راني ديما طيب في الفور، اول مره نجربها في المقله، لكن حتى المقله ياسر بنينه بالحق، مش نورمال بنينه جد وهشيشه ما شاء الله. هنا البنات كيما كملت كعبات المقلوبه الكل وخليت الزينه في معناها، خليت الفارس نعمله في اخر لحظه. البنات بالنسبة للمقلوب في الفور، أول حاجة نهزو كعبة المقلوب نحطو فيها شوية سكالوب ونعملو الراب ولا الموتزاريلا ونحطوها في الفور باش هكا السكالوب يتشد بالموتزاريلا كيف الذوب. بعد الذوب نخرجوها اللي بقى معناها النص الآخر نعملو فيه الهريسة ونعملو فيه سلايت ونعملو فيه بقية المكونات الكل وكاهو البنات. وبعدين نطوها وما فيها شيء، فيهاش علم اليد ما شاء الله. نود بها بالحق هكا أكلة خفيفة على الآخر، يحبوها كبار وصغار. بنة وتشخشيخة ما نحكي لكم بالحق، بسم الله وما شاء الله. سيرتو هكا سكالوب مفوح والكل رايب بالرسمي راهو جاء مش نورمال. نودكم ولا نشاهيكم ان شاء الله. اللي كلا من الساندويتش نتاعي يخلي لي كومنتير، من العائله الكريمه يخلي لي كومنتير، ما يبخلوش مش مياكلوا هكا. حصيلوا البنات هنايا قاعده نطيب في نحشاها ونحطها في المقلب باش نزيد نطيبها على جناب منا ومنا، وباش ما تبقاش معايا انا بحكم هي في المره الاولى طريقه التطيب. المره الاولى اشترط نطيب المقلوب، اشتر كيف نقولوا نطيبه بالكدا اللي هو باش نعمل فيه الفارس، واشتر الاخر نحيه نخليه اشتر طياب بعد ما نحط الفارس باش نرجع نحطها فوق المقله هكا. البنات هنا كيما قاعدين تشوفوا حطيت الكعبه طيب، وهنا يعني نحط في الفارس وكبنة التن حصيلو ما نحكي لكمش. بنة التن نودكم ولا نشهيكم. هنا هذا سكالوف نتاعي، ما حبيتش نطول عليكم الفيديو ياسر ما كملتش معاكم الكعبات الكل. هذيك الكعبه الصغرونه بالكل نتاع بنتي عملتها صغيره. شوفوا لي هكا البنه حصيلو نودكم ولا نشهيكم البنات، قسما بالله نودكم بالحق ولا نشهيكم. وان شاء الله تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. وبالطبيعة الساندويتشات ما تحلى كانت جازوزة باردة تعمل 66 كيف البنات. وهنا قبل ما تكملوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وحطوا لي لايك مزيان وكومنتير مزيان كيفكم. وبسلامة في أمان الله وحفظه. حبكم.